ننقل مباشره في حوارنا بالاستاذ عز الدين فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه بالقاهره، اللي هيكلمنا على دور الجمعيات الاهليه في مصر بشكل عام في التعامل مع الازمات، في وقت الازمات دورها ممكن تعمل ايه. عدد كبير جدا من الجمعيات موجود. اتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نفتتح، بسم الله نستقيم مع الله ومع أنفسنا ومع ضماننا. بداية اسمحوا لي أن أنحني شكرا وتقديرا لحضراتكم لهذا الجمع العظيم الذي إن يدل على نبل الغاية وقداسة المقصد وشرف المشاركة. أيضا اسمحوا لي أن أحيي وأنحني تقديرا واحتراما لأستاذ لي في ميدان العمل الأهلي التطوعي، وكان أحد القيادات الشريفة ورمز من رموز العمل الوطني في مصر، أستاذي الدكتور مسعد عويس. وأيضا سعدت بما سمعته من الأخ والزميل الأستاذ الدكتور عاطف الأمين العام للمنظمة الكشفية. بداية باسم الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والاتحاد النووي لتنمية المجتمعات المحلية، أرحب بحضراتكم جميعا. في حقيقة الأمر برغم من النهارده أنا مرتبط بالسفر للإشراف على بعض محافظات مصر في الحج، والمفروض أكون في المطار الساعة 7 صباحا، إلا أنني عندما وجهت الدعوة دي من الأستاذ المهندس محمود عبد الوهاب شرفت بأن أشارككم، وحرصت كل الحرص برغم أن اليوم كله اجتماعات ولقاءات في اتحاد القاهرة ومع القيادات بخصوص مواجهة انفلونزا الخنازير، إلا أني سعدت بأن ألتقي بكم جميعا. في حقيقة الأمر أنا احترت لما استمعت أو لما قرأت موضوع الندوة، وفي الوقت نفسه لما استمعت للأخ الدكتور عاطف. في حقيقة الأمر دور مؤسسات المجتمع المدني في الأزمات والكوارث ده عنوان قديم احنا بنتعرض له، وعقدنا ليه في القاهرة وفي المحافظات الجمهورية آلاف الندوات وآلاف اللقاءات، وطلعنا بالعديد من التوصيات سواء في الجامعات، جامعة حلوان، معاهد الخدمة الاجتماعية وغيرها من التجمعات الشبابية وتجمعات الأحزاب والنقابات المختلفة. ولكن دعونا نتحدث صراحة، وده الكلام اللي احنا قلناه لوزير التضامن دايما بنقوله في ندواتنا وفي الصحف وفي الكلام ده. هل هناك دور حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وفي طلعتها الجمعيات الاهليه اللي وصلت النهارده لحوالي 26,000 جمعيه في مصر، منها في القاهره لوحدها حوالي 7,600 جمعيه؟ انا كرئيس لاكبر اتحادين موجودين في الجمهوريه في تحولنا وقلنا في اللقاء الموسع اللي عقد في محافظه القاهره، قلنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني في طلعتنا الجمعيات الاهليه او في الجمعيات الاهليه اللي احنا بنمثلها اتفقنا وعملنا ميثاق شرف ان احنا نخفي كلمه انجاز، يعني ما فيش ولا واحد في مؤتمر في القاهره هيتكلم عن كلمه انجازات. قلنا لابد، ويمكن في مكتبه الزمالك من 4 أيام عقدنا حوار موسع مع بعض المثقفين والسياسيين واعضاء مجلس الشعب والشورى، وقلنا ان اساسا احنا لابد ان يختفي من قاموس مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه كلمه انجاز. ليه كلمه انجاز؟ حضراتكم انا متطوع، يمكن انا كنت رئيس اتحاد طلاب جامعه حلوان وامين شباب القاهره، واشتغلت في المواقع الاجتماعيه والسياسيه والتطوع، ورئاسه اتحاد القاهره من 94 حتى 98، ثم عدت مره اخرى. وبالتالي من خلال رصد حركه العمل الاهلي التطوعي في مصر عامه وفي القاهره بصفه خاصه تاكدت 1000%، والكلام ده احنا طبعا في لقائنا مع السيد وزير التضامن وفي لقائنا مع السيد محافظ القاهره اللقاءات الدوريه احنا اتفقنا مش عايزين نقول كلمه انجاز تمام حققته مؤسسات المجتمع المدني او الجمعيات الاهليه. ويتساءل العديد، طب ليه انت بتقول كده وانت رئيس اكبر اتحاد؟ قلنا
لان اساسا مش معنى كده ان احنا نزايد اعلاميا او نزايد على صفحات الجرايد ان الجمعيات الاهليه ما قدمتش لمجتمعها. الجمعيات الاهليه قدمت لمجتمعها. لو احنا رصدنا بحركه بسيطه ان كل اللي شيد، كل الناس القاده الطبيعيين اللي شيدوا، اللي بنوا المساجد وشيدوا الكنائس وبنوا دور الحضانات ودور المؤسسات الايوائيه وغيرها من المستشفيات والمستوصفات الطبيه، هنلاقي هم قاده طبيعيين للمجتمع، امنوا برسالتهم، امنوا بمجتمعهم، قدموا رساله كبيره. ولكن مع التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه الكبيره، دعونا نتفق اولا حضراتكم ان احنا بعد عام 94 حدث عده متغيرات اجتماعيه. المتغيرات الاجتماعيه دي كانت بيتبعها او تاثرت بقرارات سياسيه سواء داخليا او خارجيا، وبالتالي احنا قسمنا مرحله العمل الاهلي التطوعي الى ما قبل 94 ومنذ 94 ل 2002 ومن 2002 لحد 3 مراحل اجتماعيه احنا بنقسمها من خلال رصدنا لمعوقات العمل الاهلي التطوعي في مصر. انا هرجع لموضوع الندوه، لكن عايز اضع حضراتكم على او في معترك احنا فين الجمعيات الاهليه احافظ على طفل، اخ طفل موجود من اطفال الشوارع اللي وصل النهارده ما فيش اي مؤسسه حكوميه او غير حكوميه تدعي انها احصت العدد الفعلي، لكن بالتقريب حوالي 2,600,000 طفل من اطفال الشوارع بيشكلوا قنابل موقوته تدمر امن وسلامه هذا المجتمع. وده مسؤوليه الجمعيات الاهليه اللي احنا كلنا بننتمي او بنحصل على شرف الانتماء ليها. في حقيقه الامر المشاكل المجتمعيه كبيره. بثني على فكر وجهود حضراتكم. محتاجين لنشر ثقافه التطوع بين صفوف المثقفين والنخبه وطلبه الجامعات والمعاهد. محتاجين لجهد المخلصين من ابناء هذا الوطن للمشاركه الفعاله في حل قضايا مجتمعهم. اعتقد ان بدون هذه المساهمه وبدون هذه المشاركه من خلال التطوع ومن خلال الدخول في معترك قيد الجمعيات الجديده او الدخول في جمعيات قائمه، اعتقد ان اساسا هذا المجتمع ولن تحل مشاكله. الحكومه مش هتعمل لنا حاجه. الحكومه اساسا هي محتاجه مساعدتنا، واحنا مش بنهاجم الحكومه، لكن احنا بنقول ان احنا مسؤولين عن كل القضايا الاجتماعيه والقضايا من قضايا الفقر الى قضايا العشوائيات. احنا كلنا مسؤولين